فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. كما كان منتظر المباراة كانت صعبة جدا، وكنا منتظرين أن تكون صعبة نظرا منافسنا في مستوى عالي ومردوده في تحسن كبير. يعني لاعبين في مستوى عالي ومدرب له من الخبرة الكبيرة في مثل هذه المباريات الكبيرة. عزيمة لاعبي فريق الجيش كانت كبيرة وكبيرة جدا نظرا لأهمية نتيجة هذه المباراة في تحديد ربما مصير البطل في المستقبل. أظن منافسينا الفرق الكبرى جت هنا البركان في أقصى الحالات خرجت بتعادل، فريق ينافس معتدين على البطولة، لذلك حطينا الانتصار أمام أعيننا، وكانت عزيمة اللاعبين كبيرة جدا باش قدروا يخرجوا بثلاثة نقاط. المباراة كانت فنيا يعني مقبولة جدا، كان فيها يعني نسق، كان فيها فرص، كان فيها ضغط يعني فأظن يعني مباراة مقبولة جدا، والفريق الجيش الملكي يستحق الانتصار. والله بارك الله فيك على السؤال. استنتجت روح كونفيرماسيون، تأكيد الروح العزيمة والإرادة لاعبي وقوة شخصية فريقي. لما رجع في النتيجة النهضة رجعت في النتيجة 1-1، فرق أخرى ربما يعني بعد ما تكون سباقة في التسجيل ربما معنويا تتأثر وما تكونش هناك ردة فعل. كانت هناك ردة فعل متواجدة، ثم التصرف لاجستيون في الشوط الثاني خصوصا كنا عارفين اللي باش تنزل النهضة بكل قواها، ففي التصرف العام من الجهاز الفني أو من اللاعبين أظن كان في المستوى من أجل امتصاص يعني ردة فعل النهضة، وربما اللعب ربما في ظهر يعني أو المرتدات إذا أردتم أن نقول. لكن هناك شخصية بصراحة من مباراة إلى أخرى يؤكدونها لاعبي جيش الملك. أن ننوه يعني ليس يعني انتصاري على زميلي المدرب الشاب معين الشعباني ليس انتصار شخصي، بل هو تواجدنا في حد ذاته في أكبر النوادي يعني المغربية فهو شرف. ثاني حاجة لا ننسى أن المدرب الشاب معين الشعباني مدرب يعني له من البطولات الإفريقية اللي قليل اللي حققوها. والثالث نقطة يعني شفت ليس تحول، لكن فما أفكار المدرب معين الشعباني ربما ما زالت الأفكار لم تستعاد بطريقة سلسة تتطلب الوقت. هذيك اللي قريناها قبل المباراة، شفنا قرينا أفكار جديدة مقارنة من طريقة اللعب القديمة. هذه الأفكار حاولنا أن هذه الأفكار قريناها استوعبناها، لكن ليست لم تستعاد لأن بحكم عامل الوقت. المباراة كانت صعبة، عارفين نهضة بركان راهو مش شوية، راهو يعني صعبة جدا يعني باش تجي تربح في بركان يعني خصوصا هذا الموسم صعب جدا. فاحترمنا بركان، اشتغلنا، ضحوا اللاعبين وبصراحة استحقوا هذا الانتصار. ولابد أن أنوه بفريق النهضة، لاعبين النهضة، وأيضا الطاقم الفني للنهضة، حتى ولو يعني الهزيمة لكن المستوى في تدرج نحو الإيجابية بصفة كبيرة جدا. أخرى أن الفوز ثمين جدا لا فقط معنويا لكن بالنسبة للنقاط اللي ذكرتم فأهميته بالنسبة للنقاط والمطاردة أو التنافس بين فريق الرجاء وفريق الجيش. أنا أظن اللي يعني سامحني ضيعت الجانب الثاني من سؤالك. قلت بأن فريق الجيش الملكي يعني أصبح يعني يعرف كيف يفوز يعني. نعم احنا قلنا دائما، أقول اللي دائما ناخذ مباراة بمباراة ونعطيها الأهمية والتحضير اللي تستحقه، يعني هذا هو. ثم عندنا من بداية الموسم أكدت قلت للاعبي الفريق إذا كان تريدون البطولة أو دور لابد
أن تأخذوا من البداية كل مباراة تعتبرونها كأنها نهائي كأس. فبالإيتا ديسبري نهائي كأس مباراة ثم بطبيعة الحال يعني كي تواصلوا يعني في النسق هذا ما يكون إلا النجاح حلفكم. لذا احنا ناخذ كل مباراة، احنا مباراة أهم مباراة عندنا في البطولة في الأسبوع هذه هي مباراة برشيد. يعني لا تظنون أن انتصرنا، لا، مباراة تركيزنا كامل حيكون مباراة برشيد. لماذا؟ لأن هي المباراة اللي جاية، فناخذ مباراة مع مباراة وبعد ربي وصلنا للقصد إن شاء الله. مرة أخرى اللي هذه مباراة مهمة جدا، لكن لابد أن نستثمر بعقلانية وبذكاء هذه النتيجة، لأنه ليس هناك فائدة أن تأتي وتفوز على بركان في مباراة صعبة جدا، ثم هناك يعني نوع من لا أقول تراخي، لا أقول ربما يعني تجيك يعني ما تهتمش، ما تعطيش المنافس الاحترام اللي يستحقوه، فاللي ربحته هنا تخسروا في مباراة أخرى. أنا نعرف عن لاعبين يعني واعيين بالأشياء هذه، ناس أولاد متواضعين عارفين رجليهم في الأرض، وكل مباراة باش ناخذوها مرة أخرى كأنها